عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله بربي غادي نديرو لا تارت او بوم. نوري لكم باش نبداو المقادير تاع لاباط. عندنا 300 غرام 300 غرام فرينه، عندنا 150 غرام تاع مارغرين، عندنا 50 غرام تاع سكر، عندنا هنايا غير على راس المغرف تاع خماره، عندنا شويه ملح، وعندنا مغرف تاع لافاني، وعندنا نسحقوه 2 صفار البيض. دروك ندوزو على بركه الله للتحضير. دروك نحطو الفرينه تاعنا هنا، نديرو هذيك شويه تاع الملح ولافاني، نديرو السكر، ونديرو غير على راس المغرف خماره، غير باش تجينا لاباط هشيشه، ما تجيناش قاصحه، غير هكذا. لا نخلطوا كلشي مع بعض، ومن بعد نديرو هذيك المارغرين، تكون شويه على درجه الغرفه تكون طريه هكذا، تكون يابسه، ونبقاو نرملو فيها بصباحتينا حتى نرملو كاع لاباط الصوالح ناشفين معنا هكا. نسيو نرملوها هكذا، ما نعجنوهاش، غير نرملوها بصباحتينا. بعد ما رملناها هكذا نروحو نديرو لي جون دوف، صفار البيض، باش نرونوها به. نرونو هذاك الفارين الاخر تاعنا بالجون دوف هكذا. نديرو شويه حليب هنا دو كوتي، سا ديبون. فرينه دي فوا تشرب الماء بزاف، دي فوا ما تشربش. نشوفوا الا ما كفاوناش لي جون دوف باش تحكم لنا لاباط، نزيدو لهم مغرف حليب، وإلا حكمت لنا ما نزيدوش حليب. هنا خصها شويه، نزيد لها شويه حليب هكذا. فوالا هكا راهي حكمت، ما نعجنوهاش، غير ليموها هكذا. هكذا نغطوها بابي فيل ونخلوها ترتاح لمده 30 دقيقه. فوالا نغطيها البابي فيل ونخليها ترتاح لمده نص ساعه، وانا نروح نوجد التفاح تاعي، نقيه ونوجدو. قبل نقو التفاح تاعنا عندنا نخدمو لا كريم باتيسيير اللي هي كاين هنا 200 مليلتر تاع حليب، 2 حبات بيض، 3 مغارف مايزينا كبار، عندنا 2 مغارف سكر كبار، عندنا مغرف تاع لافاني. دونك نبداو نسخنو الحليب تاعنا، نديرو سخون، ونجيبو هنا ريسيبيون، نبداو نديرو دوك 2 حبات بيض، نديرو هذا السكر لافاني، ونبقاو نحركو نمزجوهم مع بعض. بعد نزيدو هذيك 2 مغارف كبار تاع مايزينا،
فوالا بعد ما خلطت هذاك الصوالح كاع في رحبه، دونك نزيدو شويه حليب اللي راه يدفى هكا، نرجعو الاخرى للغاز، نعاودو نحلو بها باه المايزينا تاعنا ما درناش لي غريمو. فوالا دونك نرجعو كلشي فوق الغاز ونخلطو هكا، ونقعدو نحركو حتى اللي تعقد لنا لا كريم تاعنا. بعد ما طابت لنا لا كريم تاعنا نحطوها على جهه، نقلعوها من الغاز، نديرو لها مغرف تاع مارغرين ونزيدو نخلطوها باش تعطينا هذيك لا بريونس. دروك نديروها تبرد، نديروها هنايا تبرد، خلوها بجيه وروحوا نطيبوا لاباط تاعنا، لا طاغ تاعنا نطيبوها، نديروها نحلوها باش نديروها طيب، ومن بعد نعاودو نرجعو. بعد ما ريحت لاباط تاعنا نجيبو بابي كويسون نحطو وحده لتحت، ونجيبو هذيك لاباط نحطوها هنا هكا، نحلوها شويه بيدينا، نزيدو نديروها بابي فوق، ونبقاو نحلو فيها على حساب المول اللي عندنا اللي هو هوينا دهنتو بالزبده، ونحطو دو كوتي بلا ما حليت لاباط. فوالا بعد ما حليناها كملناها قسناها هكذا للمول تاعنا نعرفوها بلي تجي، نحو بابي لي نحو نجيبو هذا هكذا نحطوه لنا. هكا واش نديرو، نجيبو فرشيطه نثقبوها هكذا، هكذا نزيدو نديروها تقعد في الفريجيدير واحد 10 دقائق، ومن بعد نطيبوها في الكوشه، نكونوا سخنا الكوشه قبل واحد 10 مينوت ولا ربع ساعه على 180 درجه، ونخلوها هنايا تريح 10 مينوت في الفريجيدير ونطيبوها، ومن بعد نجو المرحله الاخيره. عندنا هنا باش نقو تفاح نديرو نحلو 2 حبات هارس هنايا باش نحكو به التفاح باش ما يكحلناش. نبداو نقو
نقوا حتى نكملوا نقوا كاع الكميه اللي عندنا. كي نقوها هكذا نحكوا عليها شويه قارص باش ما تكحلناش. كي نكملوا كاع الكميه من بعد عاد باش نقطعوه. دونك نكمل الكميه نقيها وندير لها كيما درت لها نفس العمليه هكذا بالقارص ونحطها هنايا ومن بعد نعاودو نرجعو. دروك نقطعو التفاح تاعنا بعد ما درنا له كاع القارص. نقطعو هكذا وندو نحولو هذاك الزريعه اللي من الداخل هكذا. نبقاو نقطعو فيه هكذا رقاق. هذا صغير تفاح نورمال منتوج بلادي هكذا. نحطوه مع هادو اللي كنت ديجا قطعتهم درت لهم فاني القارص من الفوق باش ما يكحلوناش هكذا. كي طيب لنا لا طاخت تاعنا نجبدوها باش نستفو التفاح. عندنا هنا باش نوجدوا له الكاطو تاعنا الناباج نديرو مغرف معجون تاع مشماش مغرف ونديرو مغرف ونص تاع ماء هكذا ونخلوه حتى كي يولي يغلي نطفو عليه. هكذا صايي بدا يغلي. دروك نطفو عليه ونخلوه يبرد. فوالا بعد ربع ساعه طياب هاي طابت لاباط تاعنا راهي طايبه سي بون. دروك واش نديرو نكونوا عمرنا هذيك لا كريم باتيسير في اون بوش هكذا غير باش نقدروا نوزعوها على البلا ونبقاو نديرو هكذا. هكذا نجيبو مغرف ونبلاطوها هكذا. نسيو نديروها نيشان هكذا. دروك نبقاو نستفو في التفاح تاعنا نستفو هكذا. هكذا حتى نكملو كاع ندوروه على البلاط تاعنا. فوالا بعد ما ستفنا كاع التفاح تاعنا دونك شا نديرو السكر نديرو من الفوق. هذا السكر باش يكراميليزي التفاح تاعنا. دروك من كلشي راه طايب نشعلو الكوشه غير من الفوق وندخلوه لو طون لي يتكراميليزا التفاح تاعنا ومن بعد نجبدوه. ولا هي تكراميليزا التفاح من الفوق سي بون كلشي راه طايب. دروك واش نديرو شويه قرفه بودغ نديرها فوقها غير شويه. كاين اللي ما يبغيش القرفه ما يديرهاش. وعندي الناباج هذاك اللي درتو بالمعجون والماء المعجون تاع المشماش والماء. هكا ومن بعد تشوفوها في طبق التقديم. هاي وين لا تارت بوم تاعنا راهي طايبه واجده. ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم هاد لا غوسيت. الا عجبتكم ديروا لي ابوني وان شاء الله في وصفات اخرى. الى اللقاء.